اهلا بيكم في قناة يوميات ام ادم. انزلوا اشتركوا في القناة وحطوا لايك. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل الرز حبة حبة. هحط سمنة او زيت على سمنة. ماشي. معلش يعني الجنوب الانفية عاملة اعملها معايا اليومين دولت، يعني عاملة لي صداع وحش قوي قوي، فانا مش عارفة اعمل ايه. ربنا يشفينا ويعافينا يا رب. هنا بقى حطيت هنا شوية زيت، وهكون غسلين كمية الرز قبلها. ماشي. هنغسل كمية الرز وهنصفيها كويس، وبعد كده هناخد نص الكمية. مش عارفة انا اختفيت روحت فين بصراحة. كنت بجيب ايه مش عارفة، او كنت بجيب معلقة سمنة، بس مش عارفة ال الكاميرا بتاع الفلاش ضرب اي في التصوير بس كده. هنا بقى احط حوالي معلقتين سمنة حلوين كده، او معلقة كبيرة على شوية زيت. عايزين تعملوه بزيت بس ماشي عادي. هنا بقى احط نص كمية الرز او كبشة حلوة بس كده اهو، واحمرها بقى لحد ما تاخد اللون اللي هو الجولد، اللي هو مش اللون الغامق اللي هو نحرقها يعني، لا هنخليها تاخد لون جولد كده، يكون لون ذهبي فاتح او مغمق سنة يعني. هشوفوا معايا دلوقتي الدرجة اللي انتوا تفضلوها يعني. والله يا جماعه انا بتكلم حاسه ان انا دماغي مش قادره من كتر الصداع، لاني اصلا عندي الجنوب الانفيه تعباني، وبتعب جدا في الشتاء يعني. الحمد لله الحمد لله. هنا بقى هي هنا وصلت لسه للدرجه اللي هي البيضه، لسه كده بدأت داخله على تحمير كده بقى. كده كان في الوقت ده كان خلاص كده، كان قربت الرز يتحمر شويه. طبعا هنكون مجهزين ميه سخنه. انا بحب الرز بالميه عن الشوربه، مش عارفه ليه. هنا بصوا اهو خد اللون اللي هو الدهب الفاتح. ماشي. هنزل بقى بكميه الرز الباقيه. هنا هنزل بقى كده، لان انا طبعا مصفياه ما فيهوش اي سوائل. انت بعمل كميه الرز يعني اللي تناسبكوا كده. هنا بقى هقلب بقى كله، اشوح فيه كده. مش بحط له مرقه دجاج ولا اي حاجه، هو بستكفي بالملح والميه السخنه وخلاص كده، وبقى طعمه حلو يعني. بحبه كده. قولوا لي بقى انتوا بتحبوه ايه، بالشوربه ولا بالميه اكتر؟ آه هنا بقى افضل اشوح فيه شويه، وبعد كده بقى هنزل عليه بكميه الميه المناسبه لي. انا بزود الميه عن الطبيعي سنه يعني شويه، بحبه كده يعني. انتوا هتشوفوا دلوقتي الكميه هتقولوا ايه ده كده يطلع معجن معاكي في الاخر، وهتشوفوا في الاخر عامل ازاي. يعني انا ما شلتش اي حاجه، ولا شلت ميه ولا شلت اي حاجه. هو انا حطيته كده واستوى. هنا بقى هو هنزل بكميه الميه ونسمي. بس انا بحط عشان كل الدهون بتطلع على البوتاجاز، بس انا طبعا ببقى قايده الشفاط برضو، بس برضو البخار ده بيطلع مع الدهون. هنزل هنا بقى دي كده كميه الميه اهيت. بصوا ممكن بحضر كده، ده يطلع معجن معاكي في الاخر. هتشوفوا في الاخر عامل معايا ازاي. انا بحب الرز لما لو حطيت المعيار المظبوط، يعني اللي هو بالمظبوط بالظبط، بحس ان هو ناشف. لكن انا بزوده عن المطلوب سنه اهو. بصوا هنا بقى كنت عامله جنبيه سمك مقلي. السمك يعني سمك ب50 جنيه يا جماعه، سمك ب50 جنيه يا جماعه. ايه ده؟ مفيش حاجه هترخص، مفيش حاجه هترخص، احنا هنرخص ان شاء الله. يعني بجد ربنا يرحمنا برحمته. الحاجة الواحد بيتصدم يعني، بيتصدم كل مدى، نصدم في الأسعار يعني. الناس تعمل ايه يعني دلوقتي؟ لو حد تعب يا جماعة يعني. هنا بقى ده نشا وكركم. ده مش كركم، لو عندك كركم حطوا، انا ده لون طعوم اصفر عادي. وملح وفلفل اسمر. ده هبهر السمك. وانا بقى السمك انا حاطه توم وكمون وخل وليمون وملح، ودقيته في الهون وحدقته بيه. بشيل طبعا كل الحاجات اللي عليه، التوم والفلفل من عليه عشان متحرقش في الزيت. وانا بقى كنت عامله سلطه خضراء والليمون بحصره في الاخر. هنا بقى بصوا اهي بشيل كل الحاجات اللي عليه، وبحط السمكية كده وبنفضها. يعني مش بحط بقى في ميه وارجع ان انا احط تاني والكلام ده، لا. انا ببهرها كده اهو وبنفض كل دي الزيادة. ما بيبقاش في اي حاجه في الطاسه يعني، ما بيحصلهاش حاجه.
سيبكم من الطاسة اللي بتاعتنا ديت بس أنا ما اقدرش استغنى عنها يا جماعة، دي موجودة في كل بيت اكيد يعني. يعني مش معقولة ان انا مثلا، انا ساعات بكون عشان في اوقات يعني بضطر اجيب مثلا طاسة تانية نضيفة وبحط فيها كمية زيت، وطبعا الزيت غلي وكل حاجة غليت، فنحافظ على شوية الزيت اللي عندنا. هنا بقى احطه ويتقلي، وبعد كده اقلبه على الجنب التاني بصوا هنا بقى يعني مقرمش اهو وجميل. هنا بقى بصوا اهو بقلبه بقى على الناحية التانية كده لما بيستوي ايه. بس خلي بالكم طبعا عشان الزيت بيبقى سخن يعني، حاولوا انتوا ما تخلوش اطفال تقف جنبكم. وبقلبه كده بالشوكتين، بمسك الشوكتين وبقلب ايه، بقلب بيهم. طبعا بشوف الجنب ده اذا كان اتحمر او الجنب دوت. هو مش بياخد حاجه عامه، انا مش بحب السمكه السليمه، انا بحب ان انا اقسم السمك يعني. طبعا دي سمكه كبيره مش صغيره، لو كانت صغيره بسيبها زي ما هي، لكن لو كبيره طبعا بقى ايه بقسمها نصين. هنا بقى طبعا هسيبه طبعا يتقلي ولونه اصفر اهو. بس طبعا عشان الطاسه المعفنه ديت فانتوا مش ايه، مش شايفينها كويس. هنا طبعا هنجيب مناديل طبعا عشان يشرب اي زيت، ماشي، مناديل مطبخ. وبعد كده بقى هنحط على الايه اللي هنرص على السمك. خلي بالكو بالله عليكم، خلي بالكو وانتوا بتقلوا اي حاجه فيها زيت عامه، خلي بالكو. ويا ريت تكونوا يعني ايه، اي ست بيبقى بتكون واقفه بترفع الكم عادي يعني، مش معناها. خلي بالك خلي بالك ممكن الزيت يعملها فيك، عملها فيها كذا مره اتلسوعت يعني. فهنا بقى هي تبصوا طلعته طبعا بصفي منه اي زيت، وهقلب بقيه الكميه. بصوا هنا بقى هقلب بقيه الكميه مع نفسي، بعد كده ارجع لكم. هنا بقى قليت الكميه اهي، بصوا لونها عامل ازاي، فظيع فظيع فظيع. والرز اهو ولا في اي حاجه، بصوا مفلفل وجميل ولا حصل له اي حاجه. انا بحب الرز زي كده بس عشان الاضاءه فمش باين ان هو ايه، واحده واحده. هنا بقى احطه في اي طبق، ممكن تغرفه كده عادي يعني، عادي والله يا جماعه مش هيقول لا. الفلاش بصوا كل شويه يعني مش عارفه فيه، بس ماشي يعني. وبعد كده بقى اجيب الطبق واقلبه. هو الزهر الجنوب الانفيه عامله صداع وتهييس ولا ايه مش عارفه يعني، من حلاوه من كتر ما انا قاعده اتكلم معاكم والله ساعات الفيديو بيخلص ما بلحقش اصلا ان انا اخلص معاكم حتى لوجو سلام يعني والله. هنا هو بقى الرز خلاص غرفته اهوت، والسلطه والسمك. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.